السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي حلوين؟ عاملين ايه؟ معانا بقى وصفة النهاردة تحفة بجد، اكلة من اكلات العيد. في ناس كتير ما بتقدرش تستغنى عنها. الصراحة انا كنت اول مرة اعملها وان شاء الله مش اخر مرة. هنا معانا بقى ايه طريقة عمل صينية الكوارع. معانا اول حاجة كده على النار شوية مية على قد الكوارع اللي عندك، وعليها ورق لورا وتلات حبايات من فلفل اسمر. ما عندكيش حبوب حطي رشة، وليمونة شرايح. هتسيب معانا لحد ما تبدأ خلاص هتقلب معاكي على النار. هتجيبي الكوارع بتاعتك وهتنزلها فيها، بس اتأكدي ان المية بتاعتك هتغلي. هي غلوتين اتنين بس على النار. لو فيها اي زفارة هتروح، فيها اي حاجة مش حلوة هتروح، وهتخلي الكوارع بتاعتك قشطة، يعني بمعنى قشطة. هنا يا دوبك خدت قلبتين اتنين، وزي ما انتم شايفين الرغوة والحاجات دي طلعت منها. فانا هنشل الكوارع بتاعتي ومش محتاجة المية دي خالص في اي حاجة، لان مش هتبقى كويسة. هنا انا هرمي المية دي. ونسيت اقول لكم ان انا كنت حطيت في المية ملح. هنا معانا بقى صينية على النار واربع معالق زيت، اربعة يكونوا حلوين. وهننزل عليهم ببصلة مكعبات، هقطعها مكعبات كده وهنزل عليها في الزيت. هديلها تقلبتين، وهنزل عليها بقرن فلفل حامي. هشوحهم على النار كده. انا البصلة بتاعتي اهي نزلت القرن الحامي اللي انا قلتلكوا عليه. هنزل عليها بنص معلقة توم. توم ده مهروس، يعني فصين تلاتة كبار، يعني فصين كبار لو تلاتة وسط. هلوحهم كويس على النار، وهنزل عليهم بالكوارع بتاعتي. هديلها تلويحة كده مع البصلة، ونزلت عليها كمان ببصلة شرايح. اسمى البصلة نصين ومقطعاها شرايح. واربع كرنيب من اللي هي الطماطم المتصلصة، يعني طماطم صلصة ما هيش طماطم. ونزلت عليها بنص لتر من المية. المعيار ده كويس اوي معاها. هنحط لها بقى البهارات وهنظبط الملح بتاعها. تعالى بقى مقولك بهارات انا حطيت لها ايه. هنا فلفل اسمر حبيتين كسراهم كده دقاهم في الهون، ومعاهم ورقة لورا، ونص معلقة سبع بهارات، وربع معلقة كبيرة كمون، وربع معلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وعليهم شطة لو انت حباها ان هي تكون حراقة، ورش يعني رشة جوز الطيب، يعني رشة كده من جوز الطيب المبشورة. هقلبهم بقى كويس، وهنزل عليها بالملح بتاعي. ظبطي الملح بتاعها، وهتغطيها لحد ما تغلي معانا. هقولك هعمل ايه. هنا بقى بعد ما غلت اهي زي ما انتم شايفين، نزلت عليها يعني مش غلت، هي خلاص قرب نص سوا كده. هنزل عليها بحباية بطاطساية مقطعاها شرايح. هنا بقى كانت الكوارع بتاعتي استوت. هدخلها الفرن بقى تاخد وش. شايفين بقى الجمال والحلاوة، عظمة بجد. طعمها كان حكاية تحفة كده، بألف هنا وعافية يا رب للي ياكل. هنا الكوارع بتاعتي سايبة العظمية تماما، يعني السوي بتاعها مظبوط سوا كهرمان. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.